لو على طول بتحس انك بتدور في حلقات فاضيه، بتشتغل او بتذاكر طول الاسبوع بجد وبتضيع ساعات طويله على كده، وتيجي اخر الاسبوع بتلاقي النتائج اللي انت جنيتها قليله جدا مقابل المجهود الجبار اللي انت كنت بتبذله، فتبدا بقى تحس بالتعب والارهاق. لكن الحقيقه الصدمه ان انت كل اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالهدف اللي انت عايز توصل له. احنا ربنا ان النجاح ثمره للمجهود الجبار اللي انت لازم تبذله. ارض الواقع بتكشف ان العدد القليل اللي بيحط مجهودهم القليل في المكان الصح بيسبق اللي بيحط مجهوده في كل الاتجاهات. لكن جه المبدا السحري اللي غير طريقه تفكير الملايين وخلاهم يعرفوا يحطوا مجهودهم فين، هو مبدا ال 20/80 او اللي بيتعرف بقاعده بارتيو. عم بارتيو ده عمل المبدا ده ليه؟ جه عم بارتيو كان قاعد بيحسد الناس اللي حواليه، الوليه دي عجوزه لكن صحتها كده. لما لقى ان 20% من الناس في ايطاليا بيمتلكوا 80% من الارض. طب يا عبدو مال مبدا بارتيو مال مذاكرتي؟ اقول الحقيقه ان واحد بدا يدرس مبدا بارتيو، شخص اسمه ريتشارد كاوتش. ريتشارد كاوتش بدا يدرس جميع التخصصات، فلقى النسب بتاعت بارتيو تكاد تكون متساويه في جميع المجالات. عندك انت مثلا الفصل بتاعك فيه 50 طالب، ال 50 طالب دول فيهم 10 متفوقين، ال 10 المتفوقين دول فيهم 6 بيطلعوا من الاوائل، ال 6 اللي بيطلعوا من الاوائل فيهم 1 ولا 2 جايبين العلامه الكامله. ومن هنا بدا المبدا اللي بيقول ان 80% من النتائج بتاعتك الايجابيه ناتج عن 20% من افعالك وقراراتك. يعني اغلب ال 80% اللي باقيين دول مجرد ضوضاء بتملى بقى فراغ اللي في وقتك، وان ال 20% الا دول اللي بيسمعوا الفرق اللي بجد. المبدا ده ارقامه مش متساويه بس هو نمط وبيتكرر وبيعمل نتائج مذهله. طب ايه يعني الفايده من مبدا بارتيو؟ هو بارتيو مش عايزك تبقى كسول وعايزك تخش في حاله التركيز الذكي، وبيحررك من وهم ان كل حاجه حواليك مهمه، وعايزك تركز على الحاجات القليله المهمه. ازاي نحدد ال 20% دول في وسط الفوضى والتشتت اللي مالين العالم؟ اول حاجه انك تدور في يومك على الحاجات القويه اللي انت بتعملها. فكر في الحاجات البسيطه اللي انت بتعملها اللي ممكن ما تكونش واخد بالك منها، اللي بتقربك اكتر للهدف. ممكن تكون حاجات بسيطه زي ربع ساعه تدوين كل يوم او قراءه صفحه كل يوم عشان يبقى عندك تراكم معرفي. ال 20% دي تصنع النجاح بذكاء توجيهك للوقت والمجهود والتركيز. لازم تكون صادق مع نفسك وتبدا تسال نفسك ايه هي الحاجات اللي بتديني نتائج حقيقيه. تاخد ورقه وقلم وتبدا تكتب الحاجات اللي كانت بتخليك تحس انك سعيد لما تعملها او تحسسك انك بتمشي بجد. لو لقيتها بقى هيبقى دي ال 20% اللي احنا بندور عليها. اسال نفسك اللي بياخد مني وقت ومش بيفيدني غالبا ده هيبقى ال 80% اللي المفروض نتخلص منه. عشان النجاح مش بعدد المهمات اللي انت بتنجزها بل بعدد النتائج اللي انت بتحققها. عشان تتحول من العمل الشاق للعمل الذكي ده بيتم عن طريق استراتيجيتين. اول واحده استراتيجيه التركيز على المهام المؤثره، بتقول ان التركيز المطلق مش بيجي بالصدفه بس هو قرار يومي. عشان توصل للتركيز المطلق لازم يبقى قراراتك اليوميه انك تبدا يومك بال 20% المهمين في الاول بدون اي رساله او تليفون او اي حاجه جنبك تشتتك، لان ساعه واحده من العمل العميق تكفي ساعات كتير من العمل بدون تركيز. تقول لك اشتغل اقل في ذكاء، ما توزعش انتباهك على اكتر من حاجه في نفس الوقت انك انت مش هتعرف تعملها. لو بمعنى صح خلي تركيزك على حاجه واحده، لو بتقرا فاقرا، لو بتذاكر فذاكر، لو بتكتب فاكر. انك تختار بذكاء الحاجه اللي هتديها وقتك ومجهودك وتقول لها الحاجات اللي بتاخد من الوقت والمجهود على الفاضي. ثاني استراتيجيه معانا هي استراتيجيه التخلص من المشتتات. ببساطه بتقول لك ان المشتتات ما بقتش مشكلتك لوحدك بل بقت مشكله العالم الخارجي كله، بس انت مش هتعرف تتحكم في العالم الخارجي. هحاول بس هتعرف تتحكم في ازاي انت تستجيب للمشتت ده. بتقول لك انك تحط حدود واضحه للحاجات اللي بتاخد من وقتك ومجهودك وتركيزك عشان خاطر تبقى مركز اكتر على 20% المهمين. خليك عارف ان القرارات الصغيره دي بتفرق جدا. السؤال دلوقتي ايه القرار اللي لو خدته هيفرق معاك في النتائج بعد كده؟ سيب بقى التفصيل زياده وخد القرار وشوف هو بيتناسب مع رؤيتك لنفسك ولا لا. بيقول لك ما تكونش بتشتغل كتير عشان تبان ناجح، خليك من اللي بيشتغل بذكاء عشان ينجح. بيقول لك عيش قليلا لما يثمر كثيرا بدلا من ان تعيش كثيرا لما لا يثمر شيء. دلوقتي بعد ما عرفت السر، هتكمل في ال 80% اللي ما لهمش لازمه ولا هتحدد ال 20%؟ دي كانت رحله النهارده من كتاب مبدا ال 20/80 لريتشارد كاوتش المبني على مبدا الايطالي بارتيو.